بتتكلم في طرفين 3 مللي. عارف يعني ايه طرفين 3 مللي؟ لو بارزه زي دي ماشي. الصوره اللي قدامك دي انا كنت منزلها، وبنقول الافضل التجميع يكون الاسلاك مع بعض ولا يكون بالشكل اللي قدامك ده. المصنع اصلا مصمم خانتين زي كده، مجرتين اهو، تمام. كل طرف سلك بينزل هنا، دي تقبل ان هي تاخد طرفين سلك. ركز وشوف الصورة اللي انا نزلتها، هتلاقي مسمار واحد ومفيش مجرى هنا كده في النص، تمام. مفيش مجرى في النص، فطبعا دي بتضطر ان انت تلحم طرفين في بعض، وبتنزل طرف واحد في البريزة، علشان طبعا ايه، الناس اللي مجربة الشغل ده اللي هي مجرى واحدة ما فيهاش. شايف انت لو تركز كده في زي نظام صامولة جوه اهي، تمام. طبعا احنا لما بنفك دي السلك بيجي ما بين الصامولة دي والصامولة اللي بره، والمسمار بيربط الاتنين مع بعض. طبعا البريزة اللي قدامك دي بيربط فيها مسمار واحد فقط، يعني ما فيهاش الصامولة دي. فبيجي هنا كده يزنق ايه، يزنق السلك هنا كده، وطبعا مع اهتزاز السلك او اي حاجة بيتخلع وبيتقصر. بتتكلم في طرفين 3 مللي. عارف يعني ايه طرفين 3 مللي؟ لو بارزة زي دي ماشي، لكن التانية يا جماعة مسمار من غير صامولتين.